ايزي كاش. لو مني بتستفيد خليك لقناتي مفيد واشترك وهيوصلك مني كل جديد. تطبيق ايزي كاش تطبيق محمله اكتر من 5000 شخص. تطبيق ايزي كاش بيديك كارد لحد 79 الف جنيه و800. وطبعا كلنا يعني شوفنا نفس المبلغ دوت مرة 39 الف و800 ومرة 79 الف و800. وكلها تطبيقات شبه بعضها، بتعمل تطبيقات جديدة عشان تاخد نسبة أكبر من الناس تسرق بياناتهم، بحيث إن أنت لو أحمد دخل على تطبيق اللي فات وما خدش منه فلوس يقولك هجرب حظي في التطبيق اللي جاي، وهكذا. فيفضل يطلع ياخد بيانات. طبعا لما بيكتب احمد ان هو التطبيق ده وحش فبيجرب تطبيق غيره، ممكن يقول له تقييد المراجعة فيقول ان التطبيق ده كويس. المهم ان هو اهم حاجة عنده انه ياخد بياناتك. التطبيق ما بيكلفش دلوقتي انه يترفع على جوجل بلاي حاجة، بس سرقة البيانات عشان اخد منك بكذا شكل وبكذا تطبيق وبكذا اسلوب. باخد منك بلوجو جديد باسم جديد. حضرتك بتبقى الحوجة مثلا محتاج فلوس فانت عايز تقدم على تطبيق، فبتخش وتدي معلوماتك الشخصية وصورة البطاقة وصورة سيلفي وجهات الاتصال والصور والفيديوهات، بتدي كل حاجة في مقابل انك تاخد الكارت. وبنسبة 95% مفيش حد بياخد قروض، واللي بياخد قروض بياخد قرض عشان بس يقولوا ان احنا بندي 350 جنيه ولا حاجة، ويقولك عليك 650 جنيه او 600 جنيه بعد 7 ايام. ولو ما سددتش طبعا انت عارف التهديدات اللي بتحصل، واحنا شرحنا الموضوع ده اكتر من مرة. والناس بتجيني في التعليقات بعد ما يتم وتخش وتسجل في التطبيق وتاخد بيسحب منهم كل بياناتهم، يقول لي طب والعمل ايه؟ والله العمل كان قبل ما تخش مش بعد ما دخلت. بعد ما دخلت المفروض انت تدفع الفلوس وما تحتكش بيهم عشان ما يتصلوش بجهات الاتصال بتاعتك او ما يحاولوش يشوشروا عليك بالصور والفيديوهات اللي خدوها من موبايلك. لكن قبل ما تخش ما اسمع الفيديو وما تخش، يعني هتعرف ان انت هتتسرق بياناتك ومعلوماتك وكل حاجة عندك، مش هتاخد كارد. ولو خدت هتبقى تاخد كارد ضعيف جدا، مش هتاخد زي ما هو مكتوب لك كده 79 الف و800 زي ما هم كاتبين كده. مفيش كلام زي ده خالص، ولا حتى 10 آلاف جنيه نهائيا. ده بخلاف ان في تطبيقات بتنصب عليك وبتقول لك ادفع لنا المصاريف الاداريه عشان نديك الكارد ابو 50 الف اللي انت عايزه، وتدفع ويتنصب عليك في مبلغ اكبر. مش كمان مش هتبقى ايه، مش هتبقى بياناتك بس، لا ده تبقى كمان بياناتك وفلوسك. لما كنتش عارف كل المعلومات دي وعرفتها من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب، وحذر غيرك من تطبيقات القروض الشخصيه في مصر بالذات.